أهلا بيكم. لأن بستخدم الفراخ المشوية في أغلب الوقت وبحب أتبل كتير، علشان طبعا أبعد عن القلي وكده، فدايما بعمل تتبيلات كتير مختلفة، وممكن حتى أدخل المطبخ أخترع تتبيلة كده لأول مرة، اللي هو أضيف شوية حاجات كده على بعض. لكن التتبيلة بتاعت النهاردة دي أكتر واحدة تقريبا بتيجي في دماغي دايما، وهي فعلا أطعمهم طعمها فعلا لذيذ جدا، وحتى مناسبة مع أكلنا العربي، اللي هي حتى ما يتزهقش منها قوي، فاللي هو هتحسوها أصلا أكل من الأكلات التقليدية بتاعتنا، بس حاجة طعمها حلو. يلا بينا نبدأ على طول مع بعض في الطريقة. هنجهز التتبيلة في الأول. استخدمت معلقة كبيرة من صلصة الطماطم، بضيف عليها معلقة كبيرة من الخل. أنا هنا استخدمت خل التفاح، لكن أنا على طول بستخدم الخل العادي، وقتها ده اللي كان متوفر عندي. زودت 3 فصوص من الثوم، فرمتهم وزودتهم على التتبيلة. الأساس في التتبيلة دي هو الثوم والصلصة، وعلشان كده هتلاقوا كميتهم كبيرة شوية. معلقة صغيرة مش ملانة من الملح، ورشة فلفل أسود، وزودت كركم وبابريكا وكمون، من كل حاجة فيهم معلقة صغيرة، ونص معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة. وآخر حاجة دي إضافة اختيارية، وهي الشطة الحارة أو الصلصة الحارة. ممكن تضيفوا شطة بودر لو حابين. وقلبت التتبيلة، وبعدين زودت عليها ربع كوباية من الحليب. ممكن تستخدموا الحليب أو الرايب أو الزبادي، من كل حاجة فيهم ربع كوباية، لكن الزبادي هتستخدموا معلقتين كبار. بنقلب التتبيله كويس جدا وبنشيلها على جنب، ونيجي بقى للدجاجه، بنشفها كويس جدا بمناديل كده علشان اشيل من عليها اي ميه، لان ده هيساعد انها تشرب التتبيله افضل. بعد ما نشفتها كويس بقصها بالشكل ده بالمقص. انا بحب اقصها كده بشكل طولي، ممكن تقطعوها حسب ما تحبوا، وعموما في اي شكل للفراخ هي بتشرب التتبيله دي كويس جدا. انا سبتها سليمه زي ما هي، ما قطعتهاش، وزودت عليها التتبيله. لو انتم مستعجلين على الفراخ ممكن كمان تقطعوها علشان تكون اسرع شويه، يعني ممكن تضيفوا عليها التتبيله دي وهي متقطعه 4 مثلا، وتدخلوها الفرن على طول. انا سبتها تبات في التتبيله دي ليله كامله، لكن في العموم التتبيله دي سريعه، يعني ممكن تسيبوا فيها الفرخه ساعه واحده، ممكن ساعتين. لو عندي وقت ببيتها ليله كامله في التلاجة. دخلتها التلاجة ليله كامله لحد تاني يوم، وتاني يوم بخرجها على طول ادخلها الفرن. طريقة التسوية انتوا ممكن تعملوها على الفحم، ممكن تحطوا شبكة كده وتضيفوا عليها الفراخ، وفي الحلة تحتها شوية مية. انا المرة دي عملتها بأبسط طريقة خالص، اللي هي حطيتها في صينية الفرن، وحطيت الفرخة عادي، وزودت بقية كمية التتبيلة اللي اتبقت معايا حواليها كده، علشان الفرخة ما تنشفش وتتحرق من تحت. بتدخل بقى الفرن على درجة حرارة عالية جدا. بسيبها على أعلى درجة حرارة في الرف اللي تحت لحد ما تستوي، وفي آخر 5 دقايق مثلا بفتح عليها الشواية عشان تاخد لون من فوق. التتبيله دي بسيطه جدا، وفي نفس الوقت طعمها حلو قوي، وعلى الاغلب بتكون المكونات بتاعتها كلها موجوده في البيت في اي وقت. عشان كده هي دايما بتيجي في بالي اول حاجه، ده غير طبعا ان هي بيكون طعمها حلو في الاخر. وزي ما قلت لكم، الطعم اللي هو ما يتزهقش منه، نكهه عربيه كده احنا متعودين عليها. اتمنى الفيديو ده يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا له لايك وتشتركوا في القناه، وان شاء الله بشوفكم في حلقه جديده.